البعض يقول لي زكي لماذا لا تعلق أو لم تعلق على قضية يعني إشاعة فرار ضابط سامي كبير أمني في الجزائر إلى الخارج عبر بوطي وذهب في الحرقة مثله مثل أي شخص آخر. الحس الآن تجربة الإعلامية علمتني بأني لا أتحمس لأي خبر مهما كان. علمتني تجربة في بعض الأحيان كنت أتحمس لبعض المواضيع وبعض المعلومات وأجد نفسي أنا الخاسر لأني لم أتحقق من المعلومة. الآن صرت المعلومة أتحقق منها 1000 مليون مرة حتى أتكلم عليها وحتى أذيع الخبر. هذا أساسي بالنسبة لي. الشيء أصبح مقدس. الآن هناك إشاعة. أولا أنا مانيش ملزم باش أي إشاعة أجري وراءها أو أسبح معها مثل ما يفعل البعض. هذه إشاعة ضخمها المخزن بشكل كبير، جاءت في وقت حساس بالنسبة لهم، يعيشون أوضاع صعبة، ضخموها وقال لك في بوطي ولا أعرف ماذا. الهدف من وراء هذه الإشاعة هي ضرب المؤسسة الأمنية والعسكرية في البلاد. هذه المؤسسة التي لطالما رفعوا شعارات ضدها ولطالما حاربوها ولطالما. طيب المفيد، هل هذا الضابط السامي في الأمن والمخابرات الجزائرية فعلا فر إلى الخارج عبر بوطي وغير ذلك؟ هل فعلا تم هذا الأمر؟ أنا أقول لا. الرجل موجود في الجزائر والأيام القادمة ستكشف ما يجب أن يتم كشفه. موجود في الجزائر، لم يغادر البتة أرض الوطن في الأيام الماضية. كل ما في الأمر بأن هناك إشاعة روج إليها المغرب وتحمس إليها بشكل كبير، وأيضا بعض الجزائريين يعني حبوا يدرجوا هذا الأمر في مسألة أكبر، مسألة صراع ومسألة أجنحة ومسألة كذا. ولكن الأيام القادمة يمكن أن تكشف لنا حقيقة ما جرى بالضبط وبالتفاصيل الدقيقة. أما مسألة أن الرجل هرب فهذه لا يوجد لها أساس من الصحة. ولكن أنا حبيت أعرف شعور هؤلاء الذين يكذبون. وبعد ذلك يعني مثلا شخص يقول لك من مصادر الخاصة بأنه ركب وكذا وكذا، بعد ذلك يخرج بأن هذا الخبر خاطئ. كيف سيكون مصداقيته أمام الناس؟ هذه مسؤولات أمنية دقيقة وحساسة جدا جدا جدا، مش أي شخص يمكن الحديث فيها. وإذا ما تحدثت يجب أن يكون لك الخبر اليقين، الخبر الرئيسي، والخبر اليقين عند ناس قلة يعني. ثم إن هذا الضابط السامي هو، البعض يقول لك لماذا لا تخرج الجهات القيادة العليا في البلاد وتفند أو تؤكد؟ لا يا حبيبي. شوفوا صدقوني، هناك المئات من الإشاعات عن الجزائر وعن المؤسسات الكبيرة في الجزائر. تخيلوا كل 100 إشاعة يكون لها 100 تكذيب. تخيلوا برك انتوما، هذا أقول في المتوسط 100 إشاعة تقابل 100 تكذيب. يا حبيبي أنا مانيش خدام عندك باش في كل مرة أنت بينك وبين روحك الناس تروح ترقد وأنت تروح تدير في الشيطنة نتاعك باش تصبح تدير لنا إشاعة وإحنا نرجعوا عليك. إلا أنت مريض نفسي روح داوي روحك. إشاعات في بعض الأحيان يتم الرد عليها إلا إذا مست أجهزة الدولة، مؤسسة الدولة، تأثر على الرأي العام. هناك قضايا يتطلب أن الرأي العام متابعها، فبالتالي يجب أن يكون هناك توضيح أو بيان من جهة ما معينة. مثل الشخص مثلا السائق الذي قيل أنه توفي في الحبس. هذه إشاعة كبيرة باش يضربوا مصداقية أنه الرجل مات بالقهر ومات بكذا، والرأي العام راه متبع أي قضية أي كذا متبعها. فبالتالي أنت لما ما تفندهاش تخلي الرأي العام متوتر.
فبالتالي هذه القضية تهم ناس قلائل، يعني لا تهم الشعب الجزائري ولا ما على بالوش أصلا الشعب الجزائري بهذا الأمر. ثم إن هذا ضابط سابق وليس ضابط حالي، لو كان ضابط حالي يثار تساؤلات. وقلت بأنه الهدف الرئيسي هو ضرب أجهزة الدولة، باش يقول لك هذه الجزائر ما فيهاش، جزائر من الداخل وتتآكل من الداخل وما مش متفاهمين من الداخل وراهم يهربوا باش للرأي، حتى أنه بعض وسائل الإعلام للأسف الدولية ومشات في هذا الخط. لا نعرف لماذا، هل وسيلة إعلام دولية كبيرة تنجر وراء مثل هذا الخبر بدون أن يكون هناك، يعني حسب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. يا سيدي وسائل التواصل الاجتماعي تتداول بأن محمد السادس الآن توفي، لماذا لا يكون هناك في بيان؟ أم أن وسائل الاجتماعي تداول كل ما يكون هناك أمر جزائري؟ أين تبون حسب ما تم تداوله وسائل الإعلام؟ أين كذا؟ لذلك الأمر مش مطلوب أننا نتحمسوا. هناك خبر، أنا شوف ما نتحمسش للخبر حتى ولو كان ذاك الخبر يساعدني، حتى ولو كان الخبر يساعدني يعني فكريا وإيديولوجيا وسياسيا وإعلاميا، ما نتحمس بهدوء. يعني كل الأمور تعالج بالهدوء. هذه هي المعلومات. ما تسمعوا، لا أنا مانيش نقول لكم اسمعوا لي، لا، ولكن على الأقل ما تسمعوش هذوك اللي يهولوا ويقول لك البلاد وراحت والرجل هرب. ما فيش. شكرا لكم.